السلام عليكم. شوفوا لي الوصفه تاع نهار اليوم بزاف بنينه وتقليديه. فيها شويه تغيير، يعني درت على حسب المكونات اللي عندي. درك نروحوا نخدموها تشوفوا التغيير اللي فيها. صدقوني الوصفه هذه بزاف بنينه. المصران هذا بزاف بنين، تقدري ديريه وحده بلا شي شخشوخه، تقدري ديريه مع البربوشه، تقدري ديري ليه بلا روز، تقدري يعني هذا المصران هذا والطريقه هذه تخدميها في كل يعني بزاف وصفات تنفعك. نروح ونشوفوا مع بعضنا الطريقه نتاع العمل. شوفوا راح نديروا نبداو اول حاجه بالمصران نحشيوه. حنا نقولوا له المصران، كاين اللي كيما المصاروه يقولوا له البومبار، كل واحد كيفاه يقولوا. انا راح نحشيه على طريقتي انا، هي حتى على طريقتي، يعني حتى واحد ما تبعت حتى واحد طريقتي ويجي بزاف بنين. اول حاجه واش راح ندير، عندي لهنا 4 صدر دجاج، يعني ماهوش بزاف، مع الشحمه. رحيت معاه كميه تاع شحمه تاع خروف ولا تاع عجل، يعني كيما اللي عندك. هذه اول حاجه. عندي لهنا حبه بصله كبيره رحيتها، راح نقسمها على 2، نص نديرو في المرقه تاعي، ونص راح نحشي به المصران تاعي. كيف الطماطم كيما راكم تشوفوا، النص راح نستعملو في الحشو، ونص راح نستعملو في لاصوص تاعي. راح نزيدو نتبلو، نديرو الملح. بسم الله، ما نساوش الملح، ولازم توازني بين الملح لانه راح ديري في المحشي وراح ديري في المرقه تاعك. عندي لهنا شويه تاع فلفل حمار، راهو حار كيما العاده. ما تحبيش ديري الحار ديري الحلو عادي، تقدري حتى تستغني عليه، يعني ماهوش شرط. نزيد ندير كيما راكم تشوفوا فلفل اسود، وراح نجيبو نقصو مع بعضنا الدبشه. شللتها ودركا راح نتدبر من الماء. نزيدو نحطو كميه نتاع الرز. بسم الله. حتى دركا الحشو ديري كونتيتي على حسب المصران تاعك. لحظه نكتفي بالكونتيتي هذه. دركا خلطي كلش مع بعض. صدقوني تجربوه راهو اكبر، ما عادش تستغناو عليه، يجيكم بزاف بنين. تقدري ديري به كلش، تقدري ديري به الشخشوخه، تقدري ديري معاه جلبانه، تقدري ديري معاه بلا تاع روز، يعني اي حاجه تقدري ديريها معاه تقدميها. تقدري ديري روتي، يعني طيبيه مليح، ومن بعد تحطيه مع البطاطا كلش، تحطيه في الكوشه ولا تحطيه مره واحده وتغطيه بالبابي كويسون والومنيوم باش يطيب لك مليح. شوفوا المصرانه تاعي بعد ما غسلتها مليح وحطيتها في الماء والخل، حطيتها مده نص ساعه حتى يعني الخل هذا كي نيطوايها لك مليح. ومن بعد زدت عاود شللته مليح. دركا واش راح ندير، راح نبدا في الحشو. بسم الله. يعني تحشي وتهبطي عادي، مش حاجه صعيبه، لانه المصران هذا راهو كبير. تحبي تزيدي الروز يعني كثري الروز، يعني لك الاختيار. تقدري حتى ديريه بلا شجاج، تقدري تستعمليه كما يديروا المصاروه، يديروا الروز ويداويوه مليح فقط، ما يديروش اللحم نهائيا. شوفوا انا نحتاج كميه هذه. دركا راح نربطها، نجيب الخيط نربطها نزيد من نضرب كي عاد بزاف زايد بزاف تقدري تعقديه، ما تحقريش هذا. درك من بعد بيتقلص على حسب
يعني لازم تخلي له الفيد، لانه من بعد يتقلص قادر يتقطع لك في النص، يعني يتقسم لك في البرمه. حنا نحبوه هكا على هذا الشكل. دركا انا راح نقفلو ومن بعد نروحو نخدمو البرمه تاعنا. بسم الله، راح نبدا ندير البرمه تاعي. راح ندير الزيت 3 ملاعق زيت، نحطو البصله تاعنا اللي بقات، نص حبه بصله. كما قلت لكم كلشي على حسب الكونتيتي اللي تحبيها، تقدري تضاعفي لك راح ديري بزاف. ندير فلفل اسود، خاصة العجين يحب الملح. طماطم تاع الباط، نجيبو المساق تاعنا نحطوه فيه. بعد ما نضفناه نخليوه يعني نقليوه شويه قبل ما نقفلو. نزيدو نحطو الفلفل باش يتقلى يطلق لنا الريحه والبنه ان شاء الله. شوفوا ديجا كيفاه بدا يتقلص. دركا راح نبدا نفقد، من الاحسن تفقدوه باش ما يتفلكش. شوفوا كيفاه قاعد يخرج لنا. لازم الضغط اللي فيه كامل يخرج بالطريقه هذه، سينو يتفلق لك. مرقيه بالماء سخون من الاحسن. والحشو يطيب لك بصح المصران راح يقعد لك نص طياب. دوكا ما تعطيش طياب حقي في الطياب. شوفوا البنات، دوك بعد ما تقلات لي مليح راح نمرقها بالماء سخون. بسم الله. شوفوا راح نزيد لها شويه ما باه من بعد ما نزيد لها، ونقفل عليها ونقص عليها النار باه تطيب براحتها، ونرجع لكم نشوفوها. شوفوا بعد ما كملنا نحينا العصبان تاعنا، دركا راح نحط الشكشوخه تاعي في الجمر. نقص عليها ونخليها تجمر براحتها. شوفوا نحط لها شويه زبده. لازم تجمريها مليح. كاين اللي يدير لها ينصبها يعني يديرها مليحه، بصح في التجمار ما يخليها هكاك شايحه، سي نورمال ما تجيش بنينه، يعني ما تشبعش لاصوص، ما تشبعهاش نهائيا. نبقى حنايا هكا نقصوا عليها نخليوها تجمر تشرب هذيك لاصوص براحتها. شوفوا الشخشوخه تاعي راهي تجمرت ما شاء الله. دركا راح نطفي عليها ونروح نسربيها ونشوفوها في صحن التقديم. شوفوا لي انا درت الكونتيتي نتاعي، يعني المقاس هذا يكفيني انا. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. يعني صدقوني هذه الطريقه والمصران والشخشوخه جات ما نحكي لكمش، شهيتكم في الجنه. ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله.